في معرض CES اطلقت شركة LG أحدث سلسلة من تلفزيونات الأوليد لحد دلوقتي، واللي تعتبر من أقوى التلفزيونات لعام 2025. النهارده هقول لك على أهم المميزات اللي لازم تعرفها عشان تقدر تفرق بين الموديلات الجديدة من الأوليد، واللي هتكون عبارة عن ال B5 وال C5 وال G5 وال M5. فتابع الفيديو ده للآخر عشان تعرف أهم المميزات وتقدر تفرق ما بينهم، تختار التلفزيون المناسب ليك. ازيكم يا شباب، معاكم ضياء. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده هو ال LG G5، واللي جاي اقوى ب3 اضعاف نسبه السطوع من الاوليد العادي في مساحه ال 10% من الشاشه، والكلام ده بينطبق على جميع المقاسات ما عدا مقاس 48 بوصه وال 97 بوصه. وزي ما لاحظنا المره دي فالاول مره في سلسله الجي سيريس هتلاقي مقاس 48 بوصه. زي ما احنا عارفين تاريخيا LG بتستخدم سلسله البي من الاوليد كنقطه مرجعيه للتلفزيونات العاديه، واللي عاده بتوصل لاعلى نسبه سطوع 800 نتس عند نقطه الدي 65. وبناء على المعيار ده اذا كان الجي 5 اقوى ب3 اضعاف السطوع من البي 5، فمن المتوقع ان الجي 5 يوصل ل 2400 نتس. ده يعتبر فرق كبير بينه وبين موديل السنه اللي فاتت الجي 4، واللي كان بيوصل ل 1500 نتس في وضع الاتش دي ار فيلم ميكر مود. واعلن المدير التنفيذي لشركه LG ان الجي 5 هيكون اقوى بنسبه 40% من الجي 4 من حيث السطوع الكامل للشاشه. وبالنسبه للسطوع الكامل لما كان الجي 4 بيوصل ل 220 نتس في الشاشه الكامله، فمن المتوقع الجي 5 يتعدى 300 نتس في نفس الوضع، وده هيدي لك تجربه اتش دي ار افضل من حيث التفاصيل. ولو بتفكر ازاي LG قدرت تحقق التطور ده في السطوع خلال سنه واحده، فLG اللي بتتصدر العلامات التجاريه في العالم للتلفزيونات الاوليد اعلنت ان التطور ده في البرايتنس من خلال تكنولوجيا جديده اسمها برايتنس بوستر التيميت، وهي تكنولوجيا جديده مخصصه لزياده السطوع بشكل كبير. فLG استخدمت تحسينات في تصميم لوحه الاوليد مع خوارزميات لتقويه الضوء والالوان مدعومه بالمعالج الجديد كليا الفا 11 جين 2 AI. اما بالنسبه لتكنولوجيا البرايتنس بوستر التيميت فمش هتكون متاحه في مقاس 97 بوصه. LG كانت حريصة عن عدم توضيح أي تفاصيل عن تصميم الشاشات الجديدة خلال العرض الافتراضي في CES، ولكن كان في رسمة بسيطة على شريحة العرض التقديمي، ودي كانت بتوضح إن التصميم الجديد للجي 5 بيستخدم 4 طبقات، واللي عبارة عن طبقة من اللون الأحمر، طبقة من اللون الأخضر، وطبقتين من اللون الأزرق. وده بيوضح إن الجي 5 بيستخدم لوحة أوليد جديدة السنة دي لزيادة السطوع والألوان بشكل أكبر. فتكنولوجيا الأوليد الجديدة من LG مش بس بتعزز سطوع الأبيض والألوان، لكن كمان المفروض إنه بيزيد من تغطية الألوان في نطاق الريك 2020 بشكل يتجاوز 70% عن المعتاد في الشاشات الأوليد. ولكن بما إن لسه في بكسلات بيضة في التصميم واللي بتشكل حوالي 25% من الشاشة، فما توقعش إنه يوصل لنسبة 90% من الريك 2020 زي ما بتقدم شاشات الQD أوليد اللي موجودة في سامسونج وسوني. ولكن LG أكدت على عكس شاشات الQD أوليد فالجي 5 بيقدر يحافظ على اللون الأسود الغامق الإنك بلاك ودقة الألوان في الإضاءات العالية بشكل أفضل. وعلى عكس شاشات الجي 3 والجي 4 واللي كانت بتستخدم تكنولوجيا ال MLA أو المايكرو لينس أري أوليد بانل، واللي كانت بتقدم مستويات أعلى شوية في السطوع على اللون الأسود لما بتتعرض للضوء، فالجي 5 ما بيستخدمش السنة دي ال MLA، ولكن بيستخدم تكنولوجيا جديدة واللي اسمها برايتنس بوستر التيميت. وبالنسبة للألعاب فالجي 5 بيدعم 4K مع 165 هرتز VRR، وبكده هيكون أول تلفزيون في العالم بيدعم تكنولوجيا AMD FreeSync Premium مع انفيديا G-Sync مع 165 هرتز. والمعدل ده هيكون متاح في مقاس ال 55 وال 65 وال 77 وال 83، وللأسف مش هيكون متاح في مقاس ال 97 بوصة. وبالنسبة لل 165 هرتز فهتكون مفيدة بشكل أساسي للبي سي جيمرز، لان حتى احدث اجهزه الالعاب زي البي اس 5 برو او الاكس بوكس سيريس اكس ما بتدعمش معدل تحديث اكتر من 4K 120 هرتز لحد دلوقتي. واما بالنسبه لل LG الام 5 فهو نفس ال LG G5 لكن جايب ميزه جديده جدا، وبصراحه بيقول للشركات كلها كش ملك من الاخر زي شركه سامسونج وشركه سوني، لان لاول مره السنه دي هنشوف جهاز بيدعم الاتصال اللاسلكي عن طريق جهاز جديد اسمه زيرو كونكت بوكس. فدي تعتبر ميزه قويه جدا في عالم التلفزيونات، لان دلوقتي هتقدر توصل ل HDMI وغيره من الوصلات بالجهاز ده، وهو هيوصل اشاره للتلفزيون بدون اي اسلاك، فهيكون منظر جمالي ممتاز. فكل اللي عليك تعمله انك توصل التلفزيون بالكهرباء والجهاز ده هيقوم بالباقي، فده هيسمح لك انك تخفي الاسلاك بشكل افضل وهيدي لك شكل جمالي للديكور بتاعك. ولكن المشكله هنا هتكون ان الام 5 هيدعم 4K 144 هرتز على عكس الجي 5 اللي بيدعم 4K 165 هرتز بسبب جهاز الزيرو كونكت بوكس. ولكن لسه مش عارفين اذا كان الاتصال اللاسلكي هيكون فيه لاج او هيأثر على الريسبونس تايم في الالعاب، او اذا كان هيكون فيه اي
كومبريشن في جودة الصورة، فهنعرف الكلام ده لما يكون التلفزيون متاح في السوق، ولكن خطوة جميلة جدا من LG. وبعد كده جهاز السي 5 واللي بيجي في الترتيب بعد جهاز الجي 5، وكمان بيجي بالبانل الجديدة من غير MLA، ولكن بيجي مع المعالج الفا 9 جين 8. والأول مرة في سلسلة السي أوليد هيكون فيه خاصية الفيرتشوال 11.1.2 سراوند ساوند، واللي كانت حصرية قبل كده للجي سيريز. واخيرا LG حسنت الريموت بتاعها فبقى اصغر واسهل في الاستخدام، وبقى شبيه لريموت تلفزيونات سوني بشكل كبير، ولكن لسه فيه البكره اللي بتيجي في الريموت القديم للسكرول، وده بيخليه اسهل في الاستخدام بحيث تقدر توصل لكل حاجه بسهوله. وعلى الرغم من التغييرات الجديده للريموت الا انه لسه بيحتفظ باهم ميزه الا وهي ميزه الماوس، واللي عشاق LG متعودين عليها. وبالنسبه للاي فLG اتبنت الاتجاه ده بشكل كامل وطرحت مجموعه من المميزات المبتكره في تلفزيونات 2025، وبتتبني على القدرات السابقه زي الاي بيكتشر ويزرد والاي سوبر اب سكيلينج والاي ساوند برو والاي فويس ريماسترنج. وواحده من المميزات الجديده الا وهي الاي فويس اي دي، واللي بتتعرف على صوت المستخدمين الفرديين عشان تغير البروفايل تلقائيا وتخصص نتائج البحث وتوصف المحتوى بناء على تفضيلاتك. ومن المميزات الجديده السنه دي خاصيه الاي ساوند ويزرد، واللي بتشتغل بطريقه مشابهه لخاصيه الاي بيكتشر ويزرد في تحسين الصوره، واللي بتسمح للمستخدمين يخصصوا انماط صوت خاصه بيهم حسب الرغبه. يعني ممكن لو بتتفرج على فيلم او اخبار فعن طريق الذكاء الاصطناعي هيركز على تحسين صوت الكلام والحوارات عشان يديلك تجربه صوت ممتازه. واما بالنسبه لعشاق الديكور ففي ميزه جديده من LG اسمها LG AI Art، واللي بتسمح لك بانشاء اعمال فنيه مولده بالذكاء الاصطناعي وتخصيص الصور وعرضها على التلفزيون او مشاركتها. هيكون عندك حوالي 100 فاوتشر بحيث تقدر تعمل 100 عمل فني اللي يتناسب مع ديكور بيتك والوان. وكمان في تحسين لخاصيه البحث الذكي باستخدام النماذج اللغويه او المايكروسوفت كوبايلوت. واما بالنسبه لخاصيه الاي تشات بوت هتكون متاحه في الولايات المتحده وكوريا مبدئيا، ولكن ممكن يكون متاح لباقي الدول بعدين عن طريق التحديثات. والاي تشات بوت مش بس بيساعد على حل مشاكل التلفزيون، ولكن بيسمح للمستخدمين بضبط الصوت والصوره في الوقت الفعلي من خلال الاوامر الصوتيه. ولو حبينا نعمل مقارنه سريعه بين موديلات ال LG OLED لسنه 2025 و2024 فهتكون كالتالي. فال LG G5 هيكون فيها احدث واسطع OLED بانل من نوع WOLED مصممه من 4 طبقات، والالفا 11 جين 2 AI بروسيسور، واللي هيقدم لك اداء غير مسبوق، وهتدعم لحد 165 هرتز من معدلات التحديث. وبالنسبه لتلفزيونات LG لسنه 2025 فهيكون فيها احدث اصدار من السوفت وير WebOS 25، واللي هيستمر في تلقي التحديثات لمده 5 سنين لحد WebOS 29. وبالنسبة لأسعار LG OLED لعام 2025 فما تمش الإعلان عنها لحد دلوقتي، وأتوقع إن بعض الموديلات هتبدأ تتوفر بين شهر 6 وشهر 9 من السنة دي. هنيجي هنا لسؤال مهم خاصة للناس اللي ناوية تشتري تلفزيون جديد: هل تشتري التلفزيونات الجديدة بأحدث المواصفات أول ما تكون متاحة، ولا تشتري الموديلات القديمة بأسعار أقل؟ والإجابة هنا هتكون الاختيار بين الموديل القديم أو الجديد بيرجع لاحتياجاتك والمميزات اللي بتدور عليها وميزانيتك. فلو كنت مهتم بأحدث التقنيات زي السطوع وال HDR المحسن وال 4K 165 هرتز والالفا 11 جين 2 AI فالتلفزيونات الجديدة هتكون الخيار الأفضل بالنسبة لك. أما لو مش هتحتاج لكل المواصفات دي فهتلاقي إن الموديلات القديمة بتوفر لك قيمة ممتازة بأسعار أقل. يا ريت لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع صحابك عشان يعرفوا أكتر عن التقنيات الجديدة. سلام.